السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب حبايبي ومتابعين المحترمين. حبايبي عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ألف ألف شكر كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي اشترك في القناة، كل اللي بيقبل لك القناة. قناة أم أيمن وأحفادها حبايبي، ما تحرمش منكم أبدا. ربنا يستركم دنيا وآخرة، يا رب يبارك لكم، يا رب يجعلكم في الهنا والسعد. هو الظهر بقى كله دخل على دار برد يا حبايبي، ربنا يستر. حبايبي ادعوا لشعب فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم على من يعاديهم يا رب، ويرحم شهدائهم. انا مش عارفه اشكركم ازاي، اقسم بالله انتوا محترمين، انتوا تشتغلوا على الراس. يعني انا مش قادره اوفي جميلكم معايا، كل المتابعين وكل الناس المحترمين اللي يشتغلوا على الراس، كل متابعين ام طارق حلمية داوود، ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يجعلكم في الهنا والسعادة، ربنا يستركم دنيا واخره، اللهم امين يا رب العالمين. كل اللي جاي من عند مس أسماء، يعني أنا والله العظيم ما قادرة أوفي جميلكم، فكتر ألف خيركم كل اللي بيخش وكل اللي يساند أي قناة لسه يا جماعة الخير. يعني محتاجة الدعم حتى لو بلايك، ربنا معانا. أخلص بس ال4000 ساعة يا حبايب قلبي والقناة تتفعل، وربنا هو اللي بيرزق. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عارفين مرارا وتكرارا إننا يستحيل أبا أتدخل بين الإخوات والداخل بيناتهم خارج. ده الكلام ده اللي أنا قلته كتير، ده من زمن الزمن، وانتوا عارفين يا حبايبي. عشان أنا هرد على كومنت، أنا مش كل كومنت أفضل أرد عليه، بس عايزة أفهم. الفيديو اللي أنا عملته بقاله بين 3 أيام أو 4 أيام قبل ما تمشي الست دي من هنا، اللي هي قفلت لي القناة، كنت أنا داخلة لها وهي فاتحة مبث مباشر، وهي كانت لسه هنا في البلد، ودخلت وردت عليا، فانا رحت عامله الفيديو ده اللي هو اليوتيوب بيعرضه، اللي هو على اخت حلميه اللي هي قفلت لي القناه. طبعا يا جماعه الخير، في كومنت جو قدامي بتقول لي مش انت بتقولي ده الاخوات والداخل بيناتهم خارج؟ يا حبيبه قلبي ايوه بقول لك الداخل بيناتهم خارج. طب وانا عايز اعرف، قال لي دخل دي قفل قناتي في دول. يعني انت عقليها كده يا اللي كاتبه التعليق، انا برد عليك يا هو. يعني واحده قفلت قناه، ودي قناه ايتام، ودي قناه رزق ومصدر رزق، وقناه بقالها 4 سنين معايا، وراحت قافلاها. طيب اطلع ما ردش عليها خالص، ولا ما اتكلمش، ولا لا كتر خيرك ان انت قفلت القناه وقطعت الرزق؟ رد عليا لو انت متابعاني وبتتفرج على الفيديوهات. ماشي ماشي يا حبيبه قلبي. انا بقول الداخل، ايوه بقول الداخل بيناتهم خارج، وفرحانه ان هم يصطلحوا، لان انا ماليش فيه، انا لا ليا لا ناقه ولا جمل. انا مالي ومالهم، هم اخواتهم محرين ياكلوا بعض في الهنا يا حبيبه قلبي، ياكلوا بعض في الهنا، سواء هي او اخواتها يصطلحوا يروحوا ييجوا، انا ماليش فيه. وكنت بطلع يا حبيبتي بقول الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه. انا بقول رأيي يا جماعة الخير، انا بقول رأيي. يبقى الله يساعد حلمية داوود سفيرة الريف المصري على اللي كان بيحصل لها من القنوات اللي هي مطلعاهم على اختها وعلى اخواتها، وكانوا بيغلطوا فيها وبيشتموها وبيقولوا، والست ثابتة على مبدأها وبتقول لك يا جبل ما يهزك ريح. سامعاني اللي كاتبه الكومنت؟ الست حلمية ما كانش بترد خالص نهائي. انما دي القناة اللي كده تقفل ليه؟ لا قطع الرزق لا، قطع، انا بفهمك اهو، قطع الرزق لا. ايوه هم اخوات ويصطلحوا، والله هم حرين ويا بعض. بس برضه عايزه اتكلم كده في نقطة يا جماعة الخير، يا ريت تبقى تفتكروها. اصبروا الاخر على الاخر، اصبروا، التقيل جاي ورا. ليه يا ام ايمن بتقولي كده؟ بس انا احساسي يا جماعه ما بيكدبش، احساسي ما بيكدبش. ام طارق جدعه وطيبه، وبصوا ست كده هقول لكم على بعضيها بالبركه، ست ملهاش في حاجه، تضحك وتهرج، وهي وعم تسوقي ولا عندهم لا لف ولا دوران ولا خبز ولا اي حاجه خالص. ست رضت بالصلح وما فيش اي حاجه خالص، ووقفت في الارض
قالت سامحهم وسامحوها وعملوها، يعني الست قالت بما فيه الكفاية، والناس طلعت وسامحت، وقالت متابعينها اتهانوا من الطرف التاني، ومتابعين محترمين، متابعين حلمية رضوا بالأمر الواقع وباركوا لها وقالوا لها احنا عايزين الصلح وعايزين الرضا وعايزين هدوان السر وعايزين صلاحان الحال. فاهمة يا حبيبة قلبي اللي بيخش يتكلم؟ بس يا حبيبتي من وجهة نظري اصبر يا حبيبتي، اصبر يا امي، اصبر لما تقضي الشهر وتيجي وشوفي هتعمل ايه. هتتعدل معاهم ولا ترجع تلف وتدور تاني، ولا ترجع تقول دي اختي خدت رزق وخدتها وخدت وعملت القناة وعملوا. اصبروا ان الله مع الصابرين. لعل وعسى يكون انا مش عارفة، يكون انا فاهمة غلط، بس الصبر حلو يا جماعة الخير. لأنه بيقول لكم أبقى اللي فيه خصلة يا جماعة ما بيسلهاش، والطبع غلب التطبع. انتوا فاهمين يا حبايبي؟ يعني احنا السر الإلهي يطلع عند اللي خلقنا، والطبع بيطلع بعد الرحمة بتطلع. يعني بعد الراح بتاعتنا ما تطلع كده ويشهدوا علينا، تبص تلاقي الطبع بيطلع بعدين. كل واحد وطبعه يا جماعة الخير. فدي عمرها ما تتعدل. وبقول ام ايمن ما قالتها، قول الست الكبيرة دي اللي قالت الكلمة دي. ولا يمكن انا ربنا يخلف الظنون يا جماعة، يمكن ربنا يخلف ظن، يمكن ربنا يخلف ظن. تيجي ده ربنا تبقى هادية ونادية على اخواتها يا حبايب، وتبقى حلوة معاهم، لا تكتب لعناوين ولا تفتح بسات ولا تطلع تغلط ولا تقول فيكم واللي جابوكم. والله يا جماعة انا بتمنى، انا بتمنى صلتوا على النبي، قولوا علي افضل الصلاة والسلام، وحطوا اللايك يا حبايب قلبي. نيجي للست الكبيرة يا جماعة الخير. دي ست كبيرة، وقلت اللي فات من العمر مش قد اللي جاي. يعني يا حبايبي دي يتحب على راسها وعلى ايدها وعلى بص على كل حتة في جسمها. دي ام. طبعا يا جماعة الخير، ام طارق دي تشتغل على الراس، كل فيديوهاتها جميلة، اللي فيديوهاتها اللي على السطح. وسلامتك يا ام طارق، الف سلامة. عندها دار برد يا جماعة، كلنا عندنا دار البرد ده، كلنا عندنا. وسلامتك يا ست ام طارق، والله تفرح وتتهني، والله تعمل سطحك كده جنينة كده ان شاء الله. انتي وعمة سوقي وطارق ونرمين انتوا تستاهلوا الخير كله. انتوا محترمين، انتوا بات على بعض كده، ناس بالفطرة وناس طيبين وناس محترمين. يعني انا مش قادرة اقول لكم انا بعز الناس دي ليه، بعزها قوي قوي. واحدة بقى تخش تقول لك انت اتكلمتي انت عملتي. بصي يا اختي، كلامكم كله كده والله على عيني وعلى راسي، انا ما بزعلش من حد. بس يا حبيبة قلبي يا اللي انت دخلتي، بفهمك تاني. جاز ما سمحتش في الاول تسمع في الاخر. الفيديو اللي انا عاملاه بقاله 4 ايام ولا 3 ايام من ساعة من قبل ما تمشي، لما طلعت بتكلم عشان خاطر القناة اللي هي قفلتها. لو واحدة بقى عايزة تعمل خير يا حبايب قلبي وتقول والنبي سامحوني، سامحوني، كان قالت لا، ارجع القناة للايتام، ارجع القناة للست الكبيرة، اشيل الانذارات عليها. والنبي واحدة طيبة النهاردة بتقول لي طب اصبر لما تيجي ممكن ترجعها لك. ازاي يعني ده؟ هو بعد العيد بيتفتى الكحك يا حبايب قلبي؟ يعني انا عايزة اعمل كحكتين، ما عملهمش في قبل العيد كده بيوم ولا بيومين ولا باسبوع واحنا صايمين في شهر رمضان، واجي بعد العيد اقعد افتل الكحك؟ ينفع ازاي يا جماعة؟ ده ربنا هو اللي بيرزق، ربنا ما بيسيبش حد، ده هو قادر على كل شيء. فانا بفهمك يا حبيبة قلبي، الفيديو ده انا كنت عاملاه من قبل كده، وهم اخوات والدخل بيناتهم خارج، والدم عمره ما هيبقى ميه، ويا رب يصلحوا النهارده او قبل بكره، انا ماليش فيه. انا مالي ومال كده؟ هو انا بقبض من دي ولا من دي؟ هو انا حد كسر عيني؟ يستحيل ابدا. هو انا على راسي بطحه؟ ابدا. حد قال لي اطلع اتكلم هنا ولا اتكلم هنا؟ ابدا، حاشا وماشا. يستحيل ابدا يا جماعه الخير، انا ماليش فيه. يا رب النهارده يصطلحوا يختلفوا، انا ماليش فيه. بس اللي انا شايفاه بطلع اتكلم عليه. واحده تسببت في قفل قناه، ما اطلعش حتى اقول لها كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني ولا رد عليها خالص. اقول لك كتر الف خيرك، تعظيم سلام يا ست الكل، لك مني تعظيم سلام. مش هو كده؟ اي حد بيزعل اي حاجه بتتاخد منه يا جماعه الخير.
ما واحدة كان قناتها مقفولة ورجعوها لها بعد ما كان بينهم وكل حد الآن بيغلطوا وبيطلعوا يعملوا كل مشتهاتهم. لكن دي قفلت القناة بالضبة والمفتاح. يرضي مين؟ لا هيرضي لا مسلم ولا نصراني ولا مسيحي ولا عدو ولا حبيب قطع الأرزاق. هو ده اللي أنا بتكلم فيه. حبايب قلبي، حطوا اللايك يا حبايبي واشتركوا في القناة، وألف ألف شكر. والفيديو ده أنا عاملاه لأني بفهم الكومنت اللي كان داخل لي. هم اخوات، هم اصحاب، هم قرايب، احنا ملناش فيه. هم يرجعوا لبعض، هم يروحوا يا بعض، ياكلوا بعض يخت في الهنا، ياكلوا بعض في الهنا. ملناش فيه. انا لا من عائلتهم ولا اقرب لهم ولا اعرفهم، احنا بنشوفهم على من ورا كاميرا، وهم اللي بيطلعوا وبيقولوا على فضايحهم، وهم اللي بيطلعوا يتكلموا، هي اللي بتطلع وبتفضح في اخواتها. عرفتوا يا حبايبي؟ يلا حطوا اللايك بقى كده، وما تحرمش منكم ابدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، حبايبي ومتابعين المحترمين. حبايبي عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ ألف ألف شكر. كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي اشترك في القناة، كل اللي بيقبل القناة، قناة أم أيمن وأحفادها. حبايبي ما تحرمش منكم أبدا. ربنا يستركم دنيا وآخرة، يا رب يبارك لكم، يا رب يجعلكم في الهنا والسعد. هو الظهر بقى كله دخل